دبروتو الجيل الخامس مال مصطفى البصراوي، الجيل الخامس مال مصطفى البصراوي، الجيل الخامس مال مصطفى. حتى بالحلم تطلع لي. توصل الايربود البروتو الجيل الخامس مال مصطفى البصراوي، وتر برو وضد الكسر يا تاج راسي، وبنفس الوقت بيها تحديد موقع، وبنفس الوقت العزل بيها فول، وبالاتصال تخبط. راح تقول بشنو تفيدني؟ عندك تمرين، اصدقائك زعجوك، يمك قاعدين بالقهوه، تريد تنفصل عن العالم، تخلي السماعه الايربود البروتو الجيل الخامس. كوبي ماستر اختي الاصليه 99% فرق بسيط. مثل ما شفتوا، خلينا نطلبها ونشوف. وهذا الفيديو من تجربة منتجات الإعلانات. شو بسرعة وصلت. مثل ما يقول من العلم الذهبي وكل شيء كامل. طبعا ملاحظة، هذا الفيديو لا إعلان ولا أي شيء، تجربة شخصية. بشكل مصطفى البصراوي قدامنا، خلينا نفتح. هاي لازم اسوي لكم فيديو على اليوتيوب شلون تفتحون علبة مصطفى البصراوي، لان ما جات تفتح. اخر حل. هاي السماعة، يجي ويا السماعة كيبل الشحن، وهاي ذني اضافيات مال السماعة. صراحة ثقيلة، شو ما طلع صوت. شايف بالفيديوهات اول ما ادوس يطلع صوت، يعني شيء فوق قدرتنا. لا قدرتنا نحن يعني بس اطلع حاجة ما. خلينا نجرب السماعات ونشوف. بصراحة يعني بيها عزل حلو. خلينا نشوف السماعات تشتغل ولا لا. اذا تتوقع تشتغل خلي لايك، واذا ما تتوقع تشتغل خلي اشتراك. هاي طلع لي ايربودز وسميت باسم الجهاز. هاي هنا صار عندنا ايربود وتسميت باسم الجهاز وبيها اعدادات. بس الاهم خلينا نجرب صوت السماعات. خلينا نشغل حسين صادق. الحلال اهو، المال الحلال اهو. والله صوت السماعات عالي، صوت السماعات عالي. هذا صوتها بصراحة، صوتها جيد بصراحة. السماعات شغالة وصوتها يعني لا بأس بيه، جيد بصراحة. فحتى ثقيلة، بس المشكلة لحد الآن إنه ما أعرف الكيس شغالة ولا لا، فلازم أعتقد أشحنها. مثل ما شفنا بالفيديو إنه أكو شيء اسمه واتر بروث ضد الماء، وبنفس الوقت ضجيج وتحديد الموقع ونسبة الشحن وكل هاي التفاصيل. بصراحة ما جربته، جربت بس الصوت وجيد نوعا ما، بس باقي الأمور راح أجربها وراح أنشركم إياها على الستوري. وهاي كانت تجربتي سماعات مصطفى البصراوي. اكتبوا لي بالتعليقات شنو المنتجات اللي تحبون أجربها بالفيديوهات الجاية.